بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بتحية مباركة عطرة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير في هذه السهرة المباركة، سهرة الثلاثاء المخصصة للصلح. إذن من خلال هذه الحلقة الجديدة سنتحدث عن موضوع مهم جدا، وستشاهدون حالة نتحدث فيها عن كيف نتسامح مع بعضنا البعض. إذن من خلال هذا المباشر الذي يدوم ساعة كاملة لكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تشاهدونها في أسفل الشاشة، وهي 021 37 42 87 021 37 45 64. ومن هم في ديار الغربة عليهم استعمال 00213 21 37 42 87 21 37 45 64. إذن برنامج الصلح خير دائما يعتمد من خلال كل محاوره ونقاشاته على إصلاح ذات البين من خلال الكتاب والسنة والسيرة العطرة. فضيلة الدكتور سعيد بويزري متواجد معنا ومعكم من أجل إصلاح ذات البين. نرحب به ونقول له مرحبا بك دكتور في هذه السهرة المباركة. مرحبا بك أخت نجاة. إذن فضيلة الدكتور قررنا أن يكون موضوع اليوم هو موضوع حول التسامح، أليس كذلك؟ نعم. إذن التسامح قيمة من القيم التي رسخها إسلامنا المجيد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متسامحا مع أهله وجيرانه ومع أصحابه وحتى مع أعدائه. من خلال هذا البرنامج أسئلة كثيرة سنطرحها من خلال المحاور التي نتطرق إليها بوجود فضيلة الدكتور سعيد بويزري، الرجل المصلح أطال الله في عمره وفي عمر المصلحين في هذا الوطن الحبيب الجزائر، وعمر المصلحين في العالم الإسلامي. إذن بالنسبة للسؤال الأول يكون: كيف تصبر على من أساء إليك؟ هناك من لا يقبل التسامح ويتعصب لرأيه وموقفه وإن كان ظالما. ماذا يمكن فعله في هذه الحالة؟ كيف يمكنك أن تتسامح مع من أساء إليك أو إليك أو أخطأ وبحقك وأنت المظلوم أو أنت المظلومة، إلى جانب محاور عديدة سنتطرق إليها من خلال مقدمة فضيلة الدكتور السعيد بويزري. تفضل دكتور ومرحبا بك ثانية. الله يبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسوان لعسلامة نوان ذي ثقلت نوان والصلح خير. التسامح أبدأه بحكاية بقصة حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا العليا. نعم. كل منا يقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من موقعه، ورجال الصلح أولى بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. المعلمون والآباء والأمهات ورجال الحكم كل من موقعه عليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جمع الصفات النبيلة الفاضلة التي تفرقت عند غيره من صفوة الخلق. والقصص كثيرة جدا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أروي هذه القصة باختصار. في مقدمة الفتح، يعني قبل ما يفتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة، وقعت واقعة فيها تفاصيل كثيرة جدا، ولكن أذكر بعضها. النبي عليه الصلاة والسلام جمع صفوة صحابته خاصته. نعم. أعطى لهم سر، قال لهم: عندي عزم باش نروح نفتح مكة. طبعا رفقة الصحابة عليهم الرضوان. وكان ممن حضر هذا المجلس رجل اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. في ذلك الوقت بالذات قدر الله أن امرأة مضطربة مشركة كانت في مكة أصبحت فقيرة بعدما اهتدى أناس كثيرون. افتقرت، فكرت في من يساعدها،
ومن يأخذ بيدها، فجاءت من مكة إلى المدينة المنورة تستجدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي تطلب جدواه، تطلب مساعدته. هي لا تؤمن به، كفرت به، ولكن كما يقولوا ذي الضيق قد يتبان الرفيق. في الضيق ثم اللي يبان شكون الشخص اللي يقف معك، يقف سندا ويساندك. نعم. فجاءت من مكة إلى المدينة المنورة. حينما وصلت حصل حوار بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، طلبت منه مساعدة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بذكائه وفطنته سألها، قالها: افتقرت يا امرأة؟ يعني أصبحت فقيرة؟ نعم. عادة يعني لتعمل مثل هذا العمل لا تفتقر يعني بسهولة. نعم. فكانت إجابتها صريحة قوية، قالت له: يا محمد، لقد ألهيتهم، تقصد الشباب، لقد ألهيتهم وجعلت في كل بيت مأتما. خلاص ولاو مهتدين، ولاو مع الإسلام تاعك، ولاو غير القرآن، ولاو ما يهتموش لا بالغنى ولا بحاجة أخرى. انتهى الحوار. النبي عليه الصلاة والسلام ساعدها، ولكن وهي في يعني في طريق العودة إلى مكة، نعم، جاء هذا حاطب في لحظة ضعف وهو يعلم هذا السر، كتب رسالة إلى زعماء قريش. نعم. قال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتيكم بجيش لا قبال لكم به، جيش كبير ما تقدرولوش. ودر هذا العمل يخبرهم، يدير لهم كما نقول بالدارجة تاعنا مزية، خدمة. مقابل الخدمة إيه هي؟ أنهما يحميوا ولاده ويرعاوا ممتلكاته. هذا هو قصده. لم يفعل ذلك خيانة، ولم يفعل ذلك كفرا أبدا. نعم. ولكن هذه المرأة التي ساعدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف الشديد رضيت أن تعمل ضده. هي المفروض وما جزاء الإحسان الإحسان، هو أحسن إليها، هي المفروض ترفض هذه الخدمة، تقول كيف الآن عاوني، لقيته في الضيق ودرك نخدم ضده. ولكن أخذتها وخفتها في عقاص شعرها ورحت. ولكن رب سبحانه عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية نزل جبريل بالوحي وأعطى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاب الصحابة، مجموعة الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، منهم المقداد بن الأسود، قال لهم: اذهبوا إلى روضة خاخ. روضة خاخ مكان بين مكة والمدينة. نعم. تجدون فيه امرأة ضعينة معنى المرأة المسافرة، تسمى في اللغة الضعينة، أي المرأة المسافرة. نعم. أحذروا منها رسالة. هذا مكان عندهم مهمة، ميسيون واضحة. نعم. هم رايحين فوجدوها في المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام تماما. نعم. بالضبط. نعم. قالوا: هيا امرأة أخرجي الرسالة. قالت لهم: ما معي رسالة. نكرت. نعم. ما معي رسالة. نعم. فصارت يعني تحلف بأغلظ الأيمان، قالت: ما كانش رسالة ولا شيء. فكاد القوم أن يصدق هذوك الصحابة. علي بن أبي طالب واش قال لهم؟ قال لهم: والله ما كذبنا وما كذبنا رسول الله. يا امرأة أخرج الرسالة وإلا فتشناك. بين قوسين قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. قال النبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق، قال هذا الكلام، هذا الخبر مع صحيح، خرج الرسالة. وهي بعد ذلك سمعت هذا الكلام، خرجت الرسالة من شعرها وسلمتها، لم تعاقب ولم تعذب ولا شيء. خلاص يعني كان الصحابة وقافين، ما داروش أشياء من دماغهم يضربوها ويحقروها. نعم. وكيفاش كذبتي علينا، لا مباشرة. نعم. كانوا وقافين. نعم. شوف الإسلام كيف يؤدب الناس، كيف يزرع فيهم القيم والرجولة والفحولة والمروءة. هي كمل طريقها وهم جابوا رسالة سلموا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ماذا ننتظر الآن؟ ننتظر موقفا، جلسة نتصورها الأخت نجاة، يتصورها معايا السادة المشاهدين. جالسين النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا بعض الصحابة وكان عمر بن الخطاب وكان حاطب بن أبي بلتعة. قالوا: يا رسول صلى الله عليه وسلم، يا حاطب، لما فعلت ما فعلت؟ يعني يا عجب، يعني كيف؟ حاطب كان صريحا أيضا، شوف يعني الصراحة والصفاء. نعم. قالوا: يا رسول الله، ما فعلت ذلك كفرا بعد إسلام، ما درتش هذا الشيء لأنه أنا كافر، لا أنا مسلم. نعم. قالوا: يا رسول الله،
ما فعلت ذلك كفرا بعد إسلام، ولكنني أعلم أن الله ناصرك عليهم. أنا على يقين باللي ربي نصرك عليهم. درت رسالة قريش على بالهم ما على بالهمش، لا يهم، عندي يقين أن الله سينصرك. نعم. طيب، ولكن فعلت ذلك على جال أولادي. شوف يعني الولد، بعض الناس يديروا الحماقات، يديروا أخطاء على جال أولاده، وكاين الناس اللي كلاو الحرام على جال أولادهم. ليس كذلك؟ نعم. طيب، هذا يسرق يدير كذا على جال، يقول لك على جال أولادي، ولكن الشرع يقول لا يجوز الإنسان يسرق ولا يخطف ولا يدير رشوة ولا على جال أولاده. هذه كلها دروس وعبر نأخذها من هذه الحكاية التي ذكرتها مختصرة. بعد ذلك عمر بن الخطاب انطق، قالوا يا رسول الله مرني كي أقطع رقبته فلقد نافق. قال له هذا جزاء لازم يتعاقب. هنا موقف تاع التسامح. النبي صلى الله عليه وسلم واش قال له؟ قالوا يا عمر إن الرجل، أي حاطب، إن الرجل قد شهد بدرا فهو من البدريين، ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انتهى الموقف. نبينا صلى الله عليه وسلم هذا موقف عاد تاع التسامح. قال له بالك ربي سبحانه قال يا أهل بدر ديروا واش حبيتوا وأنا غفر لكم، فاغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات في الآيات الأولى تاع سورة الممتحنة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، هنا الدروس، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي إلى أن تقول الآيات إن يثقفوكم، يعني هؤلاء الأعداء، يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. في الأخير ربي قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، وفي قراءة أخرى يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. نعم. موقف عظيم جدا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تسامح مع حاطب. قد يقول قال أحد المشاهدين الآن يسألنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسامح مع صحابي، ولكن هل يتسامح مع أعدائه؟ نعم. والأخت نجت في مقدمة اللقاء ذكرت هذا الكلام، أنه يتسامح مع أعدائه. نهار اللي فتح مكة موقف آخر متمم لهذا الموقف. كيف فتح مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم، ضرك جابكم ربي في يدي واش ندير فيكم، واش تستناو؟ ولكن قالوا خيرا، خاطر طمعوا فيه الخير. أخ كريم وابن أخ كريم، طمعوا فيه الخير. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لهم لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. من أراد القدوة فليقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نشكرك دكتور على هذه المقدمة، ولهذا سنناقش موضوع التسامح من خلال حصة والصلح خير وفي هذه الحلقة من خلال هذا المباشر. إذا دائما في برنامج والصلح خير تشاهدون معنا حالة أو روبورتاج من خلال هذا العدد. روبورتاج اليوم يتعلق بشباب ولاية عين الدفلة، شباب منطقة الحسينية وشباب منطقة البطحية بولاية عين الدفلة تخاصموا وتنازعوا فيما بينهم، والسبب أن محمد هذا الشاب من خلال مونولوج أي مسرحية صغيرة قال فيهم كلام غير لائق وكلام أنقص من قيمتهم واحترامهم، وسجل كل هذا الكلام الجارح في هاتفه النقال وحوله إلى فيديو. بعدها انتقل هذا الفيديو من جهاز إلى جهاز. تخيلوا ماذا حدث بعدها، القطيعة والشتم والسب فيما بين هؤلاء الشباب من ولاية عين الدفلة. وقد تم الصلح بالتسامح، وكانت كاميرا برنامج والصلح خير والفريق التقني والصحفي هم من سعوا إلى ذلك. تابعوا هذا الروبورتاج ثم نعود لمواصلة النقاش في برنامج والصلح خير مع موضوع التسامح.
هي كان مونولوج سكتش، ولكن سكتش شويه جريح مسيء لهم. هما عباره عن نشرة الاخبار فكاهيه، وعباره عن شخص يعني انسان صحفي وخاطب في شخص جاهل امي، يعني في مده ربع ساعه. هذا المشكل كان حوار عليهم، وبالتالي هذا المشكل هذا الموضوع كان مسيء لهم بزاف. هما اللي انتقموا الموضوع كان مسيء لعائله تاعهم، مسيء لهم صح، لكن انا معترف بالغلطه، ولكن انا عن طريق قناتنا المحترمه وقناتنا الشريفه قناه القرآن الكريم وحصتنا اللي تبث كل اسبوع والصلح خير، نتوجه بندائي الخاوتي ناس بطحيه بما فيهم ناس كبار صغار كل عائلات، نقول لهم اني معتذر لكم كل اعتذار. المشكل هذا اللي داروا بوحوشين جا حيجر فتنه كبيره ما بين بطحيه والحسنيه. هما من بكري كانوا خاو، احنا قرينا مع بلاص قبل ما نجونا الثانويه هذه الجديده. مي دوك احنا مانيش عارفين اسكو هما جماعه وراه داروها. بعد ما صار المشكل هذا حاولت انا باش نروح لهم نطلب منهم السماح، اتصلت بمجموعه ناس كبار، اتصلت بالامام، ما حبوش يروحوا معايا. بوحوشين هذا غلط، يمثل غير روحه بك، هذا ما كان اسمع ماشي نقولوا تاع ما يمثلش كاع الحسنيه، باسكو الحسنيه الله يبارك ما نقولوا فيهم. هذا المشكل انا معترف باللي غلط، وانسان يغلط، كل بني ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، انسان يغلط. نظن الامور تصلح عن طريق قناتنا المحترمه قناه القرآن الكريم وحصتنا صلح خير، ترجع الامور الى مجاريها، ونقول ان شاء الله ترجع العلاقه طيبه كما زمان، ترجع الاخوه، ترجع المحبه ما بين شعبينا، شعب بطحيه وشعب الحسنيه، انه شعب واحد. الان في هذه اللحظات رانا متوجهين البلديه بطحيه عن طريق كاميرا قناه القرآن الكريم باش نتسامحوا ونطلبوا اعتذار من خوتنا في بطحيه. حنا اش نقولوا ضروا، حنا هو رانا سامحين لهم، دوك الدين الاسلامي تاعنا يطلب منا ذاك المسامح كريم. هذا المشكل اللي صرا بين بلديه بطحيه وبلديه حسنيه يا خويا احنا نسيناه، واللي فات يا خويا مات، واللي هو اللي دارها، والانسان يمثل نفسه يا خويا. هو انا من جهتنا رانا سامحين له، وربي يكيلو وربي يسامحه. هذه بالنسبه للسيد بوحوشين دوكا هذه حكايه قديمه بزاف يا خويا، وحنا خلاص دوكا سيبو اللي كيدو اللي فات، شوفوا الجديد خويا، نشوفوا القدام حنايا. مي هذا الانسان يمثل غير روحه كما هكذا وغلط. حنا دوك واش نديروا، حنا مابقاوش في ذوك المتاهات ونعاودوا نولي وكذا ما بينش كاع. انا مسامحين لك. انا راني اليوم اول ما موجود مع خاوتي واصدقائي واحبابي ناس بطحيه واعز الناس عليا انتم بزاف، وانا كنتش نتوقع، يعني انا نحبكم بزاف، وكلام نقوله من قلبي، يعني هذه كلام نقول من قلبي. اعز الناس عليا ناس بطحيه، وانا بالك انا عندي الناس بطحيه كامل خاوتي. الانسان يخطئ في هذه الدنيا صح، وانا ارتكبت في حقهم خطا، ولكن مانيش نرقد، صدقوني اقسم بالله ما نرقدها، لان اللي كنتم عزيز عليا بزاف ما صدتش، يعني صراحه والله العظيم ما نرقدها. انا راني موجود هنا اليوم باش نطلب السماح والاعتذار من خاوتي وشباب بطحيه، خاصه الطلبه نتوع الليسي. او يطلب منكم السماح، راكم مسامحين ولا لا؟ لا مسامحين الوجه السكان الحسنيه والوجه السكان الحسنيه. احنا راك مسامح دنيا واخره، الجمهور كاع راه مسامحك. الله يبارك، ما دير والو في بالك. ان شاء الله. انا باغي نسلم عليك منا في راسك. الله يحفظك، الله يخليك. إذن التسامح قيمة أخلاقية وموقف إنساني، والمسامح كريم. دكتور، ما هو انطباعك بالنسبة لهذا الروبورتاج ولموقف السيد بوحوشين مع شباب منطقة ولاية عين دفلة؟ الله أكبر. والله بصراحة شعرت بسعادة غامرة تملأ حنايا فؤادي. نعم. وأنا أتابع. نعم. هذا الروبورتاج، وشعرت أيضا بالأمل. نعم. في شبابنا. نعم. سعادة ما بعدها سعادة حقيقة، أن يعبر المخطئ بكل وضوح، معترفا بخطئه. نعم. مستشهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم بحديثه الشريف. نعم. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم. عندي جملة من النقاط أذكرها. نعم. بشكل مركز. نعم، تفضل.
النقطة الأولى نبدأ بالهاتف. الهاتف النقال يا شباب ماهوش مديور للتنابز بالألقاب ولا لتبادل الصور اللي مش مليحة ولا للإحراج ولا للشونطاج ولا للأذى. نعم. البورتابل هذا الهاتف النقال عنده مقاصد. نعم. مقاصد اجتماعية، مقاصد إعلامية، مقاصد مهمة جدا. خليوها برك في هذه المقاصد. نعم. يا شباب هذه نصيحة لكم، ما تستخدموش البورتابل. نعم. هذه التكنولوجيا الحديثة في تدمير الأخلاق، ولا يجب الخروج عن نطاق هذه المقاصد. نعم. نعم. هذه رسالة أولى. نعم. الرسالة الثانية هذاك المونولوج اللي دار الأخ بوحوشين محمد. نعم. طبعا فيه إساءة. نعم. بأناس نعم. أبرياء. نعم. وهذا يا وليدي ماهوش مليح من الناحية الشرعية، لا يجوز. لماذا؟ ربي سبحانه نهانا عن التنابز بالألقاب وعن إساءة الغير. المؤمن لا يجوز له أن يؤذي غيره. نعم. الرسالة الثالثة أنه بعد ما وقع هو في خطأ ولكن ضميره حي. هنا الموقف باش يكون الأخ محمد قدوة للشباب. نعم. قدوة للشباب، في الحقيقة قدوة للجميع، مش فقط للشباب. نعم. يعني حتى من الكبار أختي نجاة كاين اللي يدير غلطة وما عندوش شجاعة باش يطلب السماح. نعم. حتى في غرفة مغلقة. نعم. بينه وبين الشخص هذا. ولكن الأخ محمد الله يبارك أمام العالم. نعم. الآن وأمام الحصة الكاميرا. مباشرة. نعم. نعم. أمام الكاميرا وأمام العالم الآن كل يتابعوا البرنامج بدون أدنى حرج، يعترف بخطئه ويطلب السماح مباشرة. نعم. فنقول للأخ محمد ارتفعت في قلوبنا، إن شاء الله ربي يرفع قدرك وربي يرفع شانك عنده. إن شاء الله. وكيما طبقت الشرع بكل شجاعة بكل رجولة، فيه مثل بالقبالي يقول لك الشبحة برقاز تير رقزة، جمال الرجل في رجولته. والله هو قدوة لغيره. نعم. قدوة للجميع بلا استثناء، خاصة الشباب. غلط، استعرف، وأمام الكاميرا كما قلت وجه خطابه. نعم. نعم. الناس نتاع نعم. البطحية وطلب منهم السماح. نعم. وقال باللي غلط في حقهم. غلط في نعم. حقهم. نعم. وهما أيضا هؤلاء الشباب اللي شفهم كلها طاقات الله نعم. يبارك، وكفاءات. نعم. وطاقات شبانية تجمعوا لديه وسمحوا له. وكانوا برفقته برفقته. نعم. وذاك الشاب الصغير اللي سلم على راسه، سبحان الله. في الحقيقة هذا السلوك الشرعي الأخلاقي الحضاري العالي. نعم. نقول لهم الآن بكل صراحة وربي يعلم وش في قلبي، نخاطبهم خطاب بالقلب، أنه علمونا حقيقة. نعم. أعطونا درس. نعم. للجميع، ونتمناو باش كل غالطين يديروا كما دار محمد، يعترف بالخطأ. والآخرين نهار اللي يطلبوا منهم السماح لازم يسمحوا، لأنه إذا كان واحد يطلب السماح والآخرين يقولوا ما نسمحولكش، هذه كارثة. هذه كارثة وقلناها في الإشكالية. نعم. لا يجوز. نعم. لا يجوز. نعم. لذلك الجميع نجح وخرج الجميع في حالة انتصار. نعم. ما كانش واحد منتصر والآخر منهزم أو منكسر. نعم. الجميع منتصر. نعم. ربي يحفظكم يا شبابنا، شباب عين دفلة، ربي يحفظكم ويستركم ويعلي شانكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من أعلام الهدى، وأن يجعلكم من مصابيح الدجى، وأن يجعلكم قدوة للجميع، خاصة شبابنا في الجزائر. نعم. وشبابنا في العالم الإسلامي. نعم. إذن كان هذا الروبورتاج معذرة للزميل توشي عبد المنعم. إذن نأخذ اتصال من ولاية سقراس. عمار من سقراس، عنوان الحصة اليوم هو التسامح. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. رفق نجاة. وعليكم السلام. الدكتور سعيد بويزري، الله يبارك فيك، والله يطول في عمره، والله يعمر داره حسنات. آمين. وبهذه المناسبة أتقدم بها التهانية بالمولود الذي أرزق به الله عز وجل أحمد طالب الأستاذ، بارك له إن شاء الله. أما بعد الموضوع راني سمعته من حيث ذات الحصة. أنا أوجد سؤال بسيط للدكتور. نعم. كاين ناس يغلطوا. أنا مثلا الشهر اللي فات غلطت مع واحد ودخلت المقهى وسلمت عليه وبسته وسقهوينا مع بعضنا. نعم. وما خرجش من القهوة حتى قال لي اسمح دنيا وآخرة.
بص يا فضيلة الدكتور، كاين ناس اخرين هذه حضرت فيها انا عدة مرات. نعم. تلقى واحد يروح يترجى واحد حتى يبوس له يده. نعم. يقول له يرحم والديك راني غلطت معاك اسمح لي. ويزيد يبعث له الاهل تاعو ويزيد يبعث له اصحابه. هذا الاسبوع اللي فات عندنا البشره تاعنا احنا شويه ما نحبوش نروحوا للعداله. نعم. شوف قال له حتى تكلم، المهم قال له نسامحوا في العداله. يبعث له واحد اخر نعم. هذاك منقل مزعف بزاف، قالوا يا فلان اتق الله، راه الله عز وجل يسمح وانت بشر، فينا ما نسمحش اخوك بشر. راهو كاين عباد يا فضيلة الدكتور دير الوسائل الكل. نعم. ويقول لك والله ما نسمح لك حتى روحوا لدار الشرع. نعم. وبارك الله فيكم. وفيك بركة. نشكرك سيد عمار من سقراس. وهذه حقيقة في بعض الأحيان بعض الناس ما يحبوش يقبلوا السماح، ولكن سيكون ذلك لأن المسامح كريم. نأخذ اتصال آخر من فرنسا. السيدة مليكة، السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك أختي. نعم. ألو. نعم أنا نسمع فيك مليكة. نعم. أختي السلام عليكم يا شيخنا الكريم. عليكم السلام. أطلب منكم إن شاء الله السماح بين زوجي وبيني أنا وولادي. وولادي وباهم هذه 40 عام تاع الزواج وراجلي داو ولادي المحاكم على المصاريف تاع الدار. هذه 4 سنين وحنايا في الهم والمشاكل، وما بغاش عييت نطلب منهم ومنه هو باش يتسامح مع ولاده. رحنا في الدار عايشين، هو ما يهضر معنا وحنا ما نهضروا معاه. وطلبت منه السماح 1000 مرة، سلمت له على راسه وطلبت منه السماح. جبت الناس، جبت الإمام تاع الجامع. نعم. جبت كل الناس. والآن احنا رحنا دفعني للطلاق، ولادي داهم المحكمة. وبغيت نطلب منك يا شيخنا الكريم باهي معايا، ربي يكون معانا ومع وليداتي، ورحنا مظلومين إن شاء الله. رحنا مظلومين، طلبنا الله إن شاء الله. إن شاء الله. نطلب منه السماح إن شاء الله. سيدة مليكة من فرنسا، واضح أنك راكي تتألمي، ولكن راني مظلومة أختي. أرانا حاسين بك سيدة مليكة. راكي في السماح 1000 مرة وما قبلش. إن شاء الله ربي يهديه ويقبل السماح تاعك يا سيدة مليكة. وليداتي كل شيء تشد وكل شيء خرج من الدار، خرج لي وليداتي من الدار وراني ما تبكيش ما تبكيش سيدة مليكة. انا ونفسي باش نهضر معاكم وما اتصلتش بالنيميرو ديالكم. نعم للاسف كل يوم راني نتفرج في البرنامج تاعكم. نشكركم بزاف، نشكركم كثير الشكر. وانت يا اختي العزيزه الله ينورك وينصرك ودعي معنا. ان شاء الله ان شاء الله ندعو معك من خلال هذا المباشر. باش يطلقني ان شاء الله ما يكون غير الخير سيدة مليكة. زيدي الصبر شويه. انا نقول دائما للناس هكا اللي يكونوا زيدي الصبر ان شاء الله ربي يهديه ان شاء الله. ان شاء الله ونحدد له ما دايرش كاع معاه، هو داير فيا. راكي زوجة صالحة وهذا ظاهر عليكي بانك راكي زوجة صالحة. ان شاء الله ربي يهديه وراح نديروا له نداء من خلال هذا المباشر. ربي ان شاء الله اسمحوا لي ما نقدش كاع نهضر كي نهضر صافي ما نقدش. معذرة سيدة مليكة. عادي جدا انه الانسان. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم. بارك الله فيك. الله ينصركم والله يخليك. ان شاء الله انت تاني ربي ان شاء الله ينحي عليك هذا الغم ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا فضيله الدكتور استمعنا الى حاله مليكة. للاسف الشديد كما قلنا في بدايه الحصه انه في بعض الاحيان الناس تتوجه لهم تطلب منهم السماح، ولكن يعني كما نقولوها بالعاميه احنا يدوروا ظهركم وظهرهم وما يحبوش يتسامحوا. فما بالك يعني زوجها يعني اللي شرفت على راسه ومهما كان يعني ما قدرش يقبل يعني السماح تاع السيده مليكة. دكتور الله يبارك فيك. الاخ عمار من سوق هراس. نعم. ثم نجيب الاخت مليكة. نعم. الاخ عمار جزاك الله خير على وفائك الدائم لبرنامج والصح خير. نعم. اولا اعطى مثال تطبيقي، ومثل هذه الامثله نحتاجها الاخت نجاة، نحتاج الى نماذج. نعم. كما اليوم المشاهدون تبعوا معنا نعم. يعني هذا الاستطلاع هذا الروبورتاج. نعم. الواقعي الحي. نعم. وهي قصة حقيقية. نعم. وباش الناس يكون عندها شجاعة ما نبقوش فقط في النظري. نعم.
النظري موجود، النصوص موجودة في الكتاب والسنة وفي سيرة السلف الصالح وفي سيرة العارفين بالله والصادقين مع الله، وهي كثيرة جدا. ولكن نحتاج إلى قصص واقعية الآن. وندعم دائما البرنامج بمثل هذه الحالات. الله يبارك فيك. ويضيف الأخ عمار جزاه الله خير حالة خاصة روى هذه قال غلط في حق واحد قال غلط في حقه، ماهوش عيب أن يخطئ الإنسان. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الصريح ذكرناه: كل ابن آدم خطاء، ما كانش اللي ما يغلطش، ولكن العودة إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل. كاين تغنانت، كاين واحد النوع من البشر يغلط كما قال ربي في القرآن: تأخذه العزة بالإثم. يغلط، كل ما يجيو الناس يطلبوا منه السماح يرفض، يعني هو يغلط وما يطلبش السماح ويزيد يتعزز. الأخ عمار على نفسه قال: كان أخطأت في حقه. ودخلوا للقهوة قال لك ما خرجناش حتى قال لي السماح الدنيا وأخرى والآخرة. اسمح في الدنيا وفي الآخرة. هذا كلام رائع جدا. كلام مطمئن. كي يقول المظلوم يقول للظالم، يقول سمحت لك في الدنيا وفي الآخرة، معنى ما تبعتكش بقلبي. وقرني في قبايلي وين جاني جنجان، وين جاني جنجان، وين جاني جنجان، السفن الخير أوري سعيد ذمم. أستوقف دكتور معذرة. الأولوية للمكالمات. نعم دائما الأولوية للمكالمات والاتصالاتكم. كلثوم عفوا تتصل من ولاية البويرة. السلام عليكم أختي الكريمة. كلثوم. ألو السلام عليكم أختي الكريمة، تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول أيضا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بارك الله لا شك وأن التسامح قيمة أخلاقية تحتاج إلى صبر كبير وتحمل وحلم، قلب واسع يتحمل الكثير من الأذى، خاصة في وقتنا الحالي الذي أصبح الناس يتفننون في الإساءة خاصة إلى الناس الطيبين. كلما تنازل هذا الطيب وسامح وطبق الشرع في رد السيئة بالحسنة كلما زاده إساءة والمطالبة بالتنازل أكثر. هذا المتسامح الذي يضحي من أجل الآخرين إذا ما أخطأ خطأ صغيرا لا يتقبل منه ذلك ولا يسامحه المجتمع لأنهم تعودوا على تنازلاته. حقيقة أن التسامح يعني قيمة أخلاقية ولكن صعبة في هذا الوقت. صعبة جدا. من المفروض يعني التسامح يكون يعني سبيل إلى كسب الناس، ولكن أصبح في بعض الأحيان مع الأسف التسامح يعني زيادة في الإساءة لهؤلاء الناس الطيبين. بارك الله فيك سيدة كلثوم من البويرة على هذا التدخل وهذه المعلومات القيمة، ونحن يعني نعيشوها يوميا، نشوفوا شكون يتسامح ونشوفوا أيضا من يتراجع عن التسامح ويبقى كما قال الدكتور تأخذه العزة بالإثم. دكتور نواصل مع السيد عمار من سودان. السيد عمار بعدما أعطانا مثال تطبيقي تكلم على قضية كلمة قال لك هناك من لا يقبل السماح كما قالت الأخت كلثوم من البويرة الآن. قال لك يقولوا إلى في دار الشرع. السؤال سامحوا في دار الشرع. علاش يعني لماذا؟ علاش ما يكونش هذا التسامح عند أول وهلة، عند أول لقاء، يكون في المسجد، يكون في الدار، يكون في الطريق، يكون في أي مكان آخر؟ لماذا حتى دار الشرع؟ لماذا تكون مصاريف ربما تتحول يعني القضية تأخذ مجرا آخر، ممكن تتعقد القضية أكثر. لذلك التسامح مليح في كل مكان. وهؤلاء نذكرهم بالآية أشرت إلى الأخت كلثوم الآن. ربي يقول في القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ. ربي سبحانه ما قالش والفاقدين الغيظ. إذا كان واحد آذاك ممكن تتألمين، يقول لك القلب لحم ودم ويتأثر، ولكن ربي سبحانه قال والكاظمين الغيظ. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك في حديث آخر ليقول: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا المعنى اللي موجود في الحديث هو المعنى اللي موجود في الآية القرآنية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ودرجة أرقى ذكرها القرآن: والله يحب المحسنين. أن يحسن
المظلوم الذي طلب منه السماح أن يحسن إلى ذلك الظالم. أعتقد هذا مستوى رفيع جدا لا يمكن أن يرتقيه الإنسان إلا بسلم القرآن والسنة النبوية الشريفة. نعم دكتور، إذا نتوقف عند هذه النقطة. بالنسبة للأسبوع المقبل إن شاء الله سنحتفل بالمولد النبوي الشريف، ولذلك نرجو من المشاهدين الأفاضل أن يشاهدوا معنا هذا الفاصل ثم نواصل النقاش في برنامج والصلح خير. شهر الأنوار بنفحاته الزكية ونسائمه البهية على قناة القرآن الكريم. مولد المختار في محطات القناة، برامج تكيف، حوارات تبحث في سيرته عليه الصلاة والسلام، صور من كل أرجاء الوطن، حصص على المباشر تنتظر مشاركاتكم الواسعة لتعبروا فيها عن حبكم له عليه الصلاة والسلام. حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. زاد النبي وفرحنا به الصلاة عليه. سهرة المولد احتفاء بسيد الخلق وارتقاء إلى مدارج خير النبيين. الاحتفال بمولد سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عريق عراقة هذا الشعب وأصيل أصالة تدينه. ما لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونه هو في صلب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كانت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إذانا بخاتمة الوحي الإلهي العظيم. هذه التفاصيل كلها تؤكد على أننا أمام شخصية هيأها الله عز وجل لتقود العالم بالفعل. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار، واقصد حما نبينا طه المختار. المولد سيكون أيضا بيوم مفتوح على مدار 6 ساعات على الهواء مباشرة، أناشيد ومدائح، روبورتاجات وبورتريهات. فرحة الأطفال بميلاد خير خلق الله، فسحة إيمانية تشرق ببراءة الأنوار. شهر الأنوار، أنوار النبي الكريم على قناة القرآن الكريم. إذن سنحتفل خلال الأسبوع المقبل بالمولد النبوي الشريف، وقناة القرآن الكريم هي كذلك ستحتفل بهذه المناسبة، وهي في صدد إنجاز العديد من الحصص، فلا تنقطعوا عن مشاهدة هذه الحصص خلال الأسبوع المقبل، أليس كذلك دكتور؟ نعم. إذا زاد مولود في أي أسرة تفرح الأسرة، نعم، وربما تفرح القبيلة أو القرية، ولكن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فرحة من البشرية. نعم. وحينما جاء خبر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الجارية بلغت الخبر لأبي لهب، ومعروف أبو لهب يعني أنه مجرم وأنه مشرك وأنه نعم. ولكن حينما بلغت هذا الخبر اسمح لها وزاد يعني حررها. نعم. وبمناسبة هذه بالفرحة هذه نبي ربي سبحانه يخف عليه العذاب كل يوم اثنين، وجاء أحد الشعراء جاب قصيدة في الموضوع منها قال: إذا كان هذا كافرا، إشارة إلى أبي لهب،
إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة لتجديد العهد معه، فما نسيناه لكي نذكره في يوم مولده، ولكن فرصة لتجديد العهد معه وتجديد العهد مع ميراثه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك دكتور. إذن أيها الأحبة الكرام، نواصل معكم من خلال برنامج والصلح خير في الاستماع إلى مكالماتكم واتصالاتكم على ما يبدو أن السيدة ياسمينة تتصل من ولاية برج بوعريريج. السلام عليكم ياسمينة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليك أختي. مساء الخير للشيخ اللي راه معك إن شاء الله. مساء الخير كل المشاهدين إن شاء الله. بغيت نهضر بالأمازيغية إن شاء الله إلى تفضلي مرحبا. بغيت في الشيخ يعني كاين تعرف عندك كنت كما يقولوا في حكاية الحال يعني، ومن بعد يعني انت في ظلمه ماشي تنكي، ومن بعد ملي نروح غرس سمي غنسامحي حكايه رفيق توفي، ومن بعد نكي غوري 4 سنين كنت حاول باش يعني صدقني برب العالمين غير كما يقولوا سيدنا فوضاريس باش كانت يتسامح ما لقيت انت في ظلمه صحيت نكينت كانت وزري غير واش كانت وزمر غير تاع الفلاس يعني صله الرحم، وثاني تندكل يعني كنا روح بالروح كما نقولوا يعني داش يعني الحكم ما على باليش كيف يعني كاينت بغيت ثانيه مده النصيحه ان شاء الله اللي تنسل تزون بغيت منطقه النصيحه يمكن لا نكثر يعني لا بزاف يعني ولا شيء يخدم انا كاينت ما لقيت انت في ظلمه، ولكن كنت بغي يعني باش يتسامح وكنت كامينات كل ما ظروف غرز قل عيد النص قل عيد ما كي المناسبات ما كي سيد نغص بلكاتو يميت كافي شتميت كما يقولوا هم تيجي روحو خامس سرت اللي ثورت يني سيخ بك نصحي يمكن تمزواروت ومن بعد بذاك الاثنين اكون دينا بارك الله فيكم وقريبكم ان شاء الله، وشرف لي يعني نتكلم معكم. السلام عليكم وبارك الله فيكم. وفيك بركه ياسمينة. انت طلبتي النصيحه من فضيله الدكتور سعيد بوزير وراح تسمعي هذه النصيحه بعد قليل بناء دائما على الكتاب والسنه. اذا عبد المؤمن من فرنسا. السلام عليكم عبد المؤمن. السلام عليكم الاخت نجاة. سلام اخي الكريم مرحبا. الله يبارك فيك اختي نجاة. اولا قبل الحديث اشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج الرائع. نعم. ونسال الله عز وجل ان يحفظكم ويحفظ بلادنا من كل سوء. امين يا رب العالمين. في نخص هذا الموضوع تدخل مداخله. نعم تفضل. المستمعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من قطعك واعف عن من ظلمك واعطي من منعك. نعم. حتى نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم نكونوا متسامحين، نخلوا من حقوقنا باش دائما تكون السعاده والموده نعم في وسطنا حتى نعيش ان شاء الله حياه سعيده هنيئه. نعم. وخاصه نذكر قصه الصحابين الجليلين الكريمين. نعم. أبا ذر الغفاري وبلال بن رباح عندما قال له أبا ذر يا ابن السوداء، فقال أبا ذر هذه القصة الغالية ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا ذر فيك خصلة الجاهلية. فأمر أبا ذر بلال فقال لن أسامحك حتى تضع قدمك على فمي. ولكن بلال الذي ربه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا يا أبا ذر أنا لا أستطيع أن أضع قدمي على الفم الذي قال فيه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن نكون قدوة للمسلمين جميعا. وجزاكم الله كل خير. كحفظ ربي والشيخ كحفظ ربي الشيخ كي يطول ربي العمر إن شاء الله وكي ربي التفات. واخت نجاة نطلب منكم المعذرة
وقدمت تعازي. سمعت النبأ وفاة جاري جرودي بشير بقرية درع قبيلة. نسأل الله عز وجل عظم الله أجركم بفسيح جنانه وأن يرزقهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. وفيك بركة. عبد المؤمن من فرنسا، نشكرك على المداخلة اللي كانت مهمة، ونطلب إن شاء الله كلنا نقتدي بالسيرة النبوية الشريفة ونتسامح بدون ما نستعمل الكبرياء ونشوف للماضي ونقعدوا شدين في النزاع، لأنه راح تمر أيام كثيرة وربما ما نتسامحوش، وهذا غلط. ونحن دائما نقتدي بما يقوله فضيلة الدكتورة سعيد بويزي من خلال تدخلاته. توقفنا دكتور عند مليكة من فرنسا اللي بكات، ويعني دكتور والله نسأل ربي سبحانه عز وجل إن شاء الله دموعها الزوج تاعها هذه إن شاء الله اللي الحارة إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتها إن شاء الله يا رب، وربي يرقق قلب زوجها إن شاء الله، وربي يهديه. احنا نتمنى الهداية. ربي يهديه عاجلا لا آجلا، باش يحبس القضية على مستوى المحاكم، باش يتصالح مع أولاده ويتصالح مع مرته اللي الله يبارك عطى لها ربي مستوى صالحة. يعني عالي جدا، زوجة صالحة صابرة محتسبة متسامحة متنازلة مضحية، تطلب منه 1000 مرة سماح وتسلم على راسه وتسلم على رجليه وإلى آخره. مع ذلك حنوجه له نداء نقولوا إن شاء الله تكون تتبع فينا يا أخي ربي يحفظك، هذه فرصتك لا تضيعها، لا تضيع هذه الفرصة. راهي مرتك توجه نداء ماشي فقط بكلامها ولكن بقلبها بوجدانها وعلى المباشر إن شاء الله ربي يهديه. استمع للنداء ربي يهدي. هذا واش نقولوا بالنسبة له. نسأل الله له الهداية عاجلا لا آجلا، باش يحبس هذه القضايا ويعود إلى رشده ولا يضيع هذه الفرصة. ونقول له تذكر يوم القيامة، يجي نهار تموت كما نموت جميعا وسنلقى الله حتما، ولكن يا أخي سوف تندم إذا لم تتب اليوم، سوف تندم حيث لا ينفع الندم. لازم نفريو قضايانا في الدنيا قبل الآخرة، وفضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. نعم. هذا واش نقول. أذكره بقوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما رسالتي وكلمتي الأخت الملكة الفاضلة نقولها الصبر عليك بالصبر الجميل، الصبر والسلوان، الصبر ويعطيك ربي الأجر الكبير. ربي قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول وبشر الصابرين. ربي سبحانه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم وبشر الصابرين. إذا أنت لك البشرى ما دام صبرتي، والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب كما قال الإمام الشافعي. وندعو له إن شاء الله في ظهر الغيب. دعينا له ندعوه في ظهر الغيب. ربي يهديه إن شاء الله عاجلا آجلا، وإن شاء الله أنت يا ربي صبرك، وإن شاء الله يخرج هذا الصبر نتاعك للسعادة للراحة للاستقرار، ويعود زوجك إليك وإلى أولادك وتستقر الحياة الزوجية، وربي يسعدكم في الدنيا تمهيدا للسعادة الأبدية في الآخرة. نشكرك دكتور. لذة المصلحين في الهداية وأنت الرجل المصلح وسط هذا الفضاء الإعلامي. نتواصل مع السيدة كلثوم البويرة اللي يعني قالت باللي التسامح هو قيمة أخلاقية، ولكن في الأخير أصبح التسامح هذا يعني صعب جدا أننا نشوفوه في الواقع ولا نكرسوه في الواقع. نحاول أن نكرسه من خلال برنامج وصلح خير. بارك الله فيك يا أختي كلثوم، جزاك الله خير على هذا التدخل وعلى الاستشهاد بالآيات والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ادفع بالتي هي أحسن الآخر. هذه الآيات المباركات. وقالت كلمة مهمة جدا، قالت باللي المتسامح ينظر إليه نظرة أخرى. كل ما يتسامح كلما أولا إذا أخطأ ما يسمحولوش، وربما يدير خطأ أو هفوة صغيرة. وثانيا أن هذا المتسامح لا يقدر لا يقيم، يعني هذا السلوك الشرعي هذا السلوك الأخلاقي هذا السلوك الحضاري لا يقيم. ولكن قلت يا أختي الكريمة أختي كلثوم، احنا هذه القيمة الشرعية الأخلاقية لازم نعمل جميعا على تمتينها وتقويتها وتجذيرها مهما كانت الظروف، لأن القيم في الشريعة الإسلامية
هي قيم ثابتة، حتى إذا كان تمر ربما بعض الرياح وبعض الظروف هكذا تخلي الناس ما يعطوا لهاش قيمة، ولكن نحن انطلاقا من شرعنا الحنيف نقول هذه القيم قوية متجذرة متأصلة في ديننا وفي مجتمعنا، لازم نعمل على تقويتها وتمتينها. نعم. ولو كان الناس ما ينظروش جميعا إليها بنفس النظرة، ولكن احنا دائما نؤكدها ونتعاونوا عليها. وربنا قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى، ومن البر والتقوى أن نتعاون على غرس القيم. لأن المجتمع سينهار حتما إذا انهارت قيمه، فالقيم هي الأعمدة الثابتة الحافظة لاستقرار المجتمع. نعم. إذن ويبقى التسامح قيمة حضارية وموقف إنساني. دكتور، نأخذ اتصال من ورقلة. السيد عمار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. كيف حالكم؟ والله الحمد لله سيد عمار. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. تفضل سيد عمار، تفضل. أختي من فضلك أريد أن أسأل شيخنا الفاضل. تفضل. عن كيف السبيل إلى التسامح مع من يعني يخالفوننا مثل في المذهب، ولكن يصرون على على النطق بالسب والشتم وفي صحابتنا الكرام الجلال، كيف نرد عليهم وكيف الطريق إلى التسامح مع هؤلاء؟ نعم، واضح سيد. ونعم، وهو شكرا لكم ولقناتكم الفاضلة. نعم، وهذا سؤال مهم جدا. نعم، التسامح بين أوساط الشباب. نعم، نشكرك سيد عمار. إذا توقفت عند كلثوم البويرة. نعم، الأخت كلثوم فقط يعني ذكرنا هذه المسألة لكي نتعاون نحن ندرك، وهي كما قد حقيقة صعب. احنا لا نقول أن الأمر سهل، هو صعب جدا، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وعلى قدر أهل الكرام تأتي المكارم. وين الجاني جنجان. متنبي على ما أظن. متنبي، نعم. هذا شاعر المتنبي. ولكن الثاني ماشي تاع المتنبي، هذا سقليلي. وين الجان جنجان. وين يتسامحان ما يسمح رب هذا يسمح وما راه يشظ ما راه يغلظ سيدي ربي ادي سرقه قولاون بياض باش هذا السمحن وها ربي اذير ذن ولاون والفذان قريم بوال وزدن عيوذ مزديث ولاون الشبحن وذماون مزديث ولاون اي ثمثان أثيس ثماثين الشبحن وذماون أساقي مسنون مرة قارن ديون ما إلا يتص لهموم يتص سوغور وليس يتشورد الحقد يتشورد الغل ذن تساغي ذا موضين ذن تساغ إذ لا فيكتيم ثمزور ذن تساغ يهلكن وقبل ذي هالشويات ولكن ما إلا يسمح هذه زدي وليس أذي يرتاح الباليس ودي سخر بصبح الويضة السمحن ما راه يشظ ولاش ونغلظرا أكن دين في وشفيع صلى الله عليه وسلم إمذان المرة غلطا الشظن ولكن سيدي ربي يحمل وين الشظن أذي استغفر وذي وخر. نعم. إذا دكتور بقاو 8 دقائق نجيبوا فيهم على ياسمين من برج بوعريريج، عبد المؤمن من فرنسا، وعمار من ورقة. ربي يبارك الوقت إن شاء الله. نبداو بياسمينة. قلت ما ياسمينة في كذا استقصي سيد برج بوعريريج استقبيل ثك من جهة استقبيليت. نعم. سمدا كلتيس لأن هذا الخلاف ممكن يكون حتى مع صديقتها ولا. نعم. نسات كما بأمي بارك ربي غاس تظلميكم ولكن سجل سي الحقيم تريد نفكال مثل استقبالي ثوني جاني جنجان أمين أعطيك الصحة يمثل غلبتان في سيثين في السنة 4 سنين ياقي تحاول أتعرض باش تسير ذوليس ولكن في ظلمي ثوثيت سيد وتقفيلارا وتقفيلارا سماحيس ثوثيت سيد تغلق فلاستا بورث أكني تثوثي سارة في ظلمي دنا إن كان المغفوظ رئيس ولكن أظل بغض السماح سترة كان سماح تروح ما ذي العواشة ما تقول سنوياض هذا ميني ولتما نصيحة غير كميني الطف وتسيسارة الطف ديال ربي سبحانه عز وجل تشاروا لي مذ ربي تشاروا لي مذ السماح وتسيسارة مقلوة ذاك معيونا خاطر يزمرك معاون بالك ثم دوكالي مثياض هاد الشمت ام خدم من تفوذ اك معاون انت تيدي هذا ربي سبحانه عز وجل لا وما الا ظن النصيحه يكوي مذان المره اسيني سمحث رب ذاك يسمح سيدي ربي انك الا تحبون ان يغفر الله لكم. نعم. عبد المؤمن من فرنسا كان عنده مداخله مهمه جدا وذكر في الحقيقه ذكر موقفا. نعم. يعني جزاك الله خير يا اخي عبد المؤمن ربي يحفظك ان شاء الله. الحقيقه ادعو لك لعده مواقف
أولا ذكر موقف بلال بن رباح مع أبي الغفاري نعم. هذا الموقف لا يحتاج إلى تعليق. نعم. هذا موقف أنموذج رفيع جدير بالاقتداء. نعم. هذه هي بصمات تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم لصحبه الكرام. نعم. نقول لك يعطيك الصحة وبارك الله فيك، ونقول ثاني بارك الله فيك أنه قدم التعزية لعائلة جارو. نعم. وحنتكلموا اليوم على الجوار. نعم. لأنه دشرة مع دشرة وقبيلة مع قبيلة هم جيران. نعم. ربي سبحانه وضع من الأحكام الكثيرة لتحقيق الاستقرار المجتمع. نعم. لأنه في الحقيقة كلنا جيران في الكرة الأرضية كل قاطبة. وهو ما نساش هذا الموقف، يعني قدم التعازي. احنا نقول أيضا ربي يرحم جارك ويرحم جميع المؤمنين الميتين، وإن شاء الله ربي يصبر أهل الميت. عمار من ورقلة. عمار من ورقلة كيف السبيل إلى التسامح على من يخالفون في المذهب؟ وهذا سؤال نعم. مهم جدا يا أخي العزيز. نعم. في الحقيقة طرح سؤال مهم جدا، للأسف يعني جاء في نهاية الحصة. يمكن تتمعن فيه بقت 5 دقائق دكتور. نعم. وبعدين نجاوب على الإيميلات اللي ما نساوهمش ياخذوا حقهم إن شاء الله. نعم. ويا أخي إذا كان الأمر يتعلق بالمذاهب الفقهية، المذاهب الفقهية ما كاش مشكلة، فلا إنكار في مسائل الخلاف. هذا مذهب شافعي، هذا حنبلي، هذا مالكي، هذا حنفي، هذا إباضي، ما في مشكلة. ولكن بالنسبة لمن يقدح في الصحابة احنا في ثوابت. نعم. الثوابت هذه لا تمس. الصحابة ربي يرضى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى أن قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. أيعقل أنه هذوك اللي رضوا عليهم ربي سبحانه عز وجل هم الصحابة، يجي واحد الآن ويقدح أو يطعن في صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، غير ممكن. نعم. لا يعقل. أولا نعم. هذا طعن في تزكية الله عز وجل لهم. ثانيا هذا طعن في تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم. شكون اللي رباهم؟ مهما كان الخلق اللي يعيشوا الآن لا يمكن إطلاقا أن يصلوا إلى مستوى الصحب الكرام. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة شاهدوا مواطن التنزيل، كان يتنزل القرآن الكريم الوحي الطاهر وما كان حاضرين. نعم. رقم 2 أنه ربي سبحانه شرفهم بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رقم 3 أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رباهم. نعم. يعني هذه تربية النبي نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك هذه الأمور نؤكد على حرمة القدح في الصحابة، وما حصل بينهم من خلافات هم بشر يصيبون ويخطئون، نحن نحترم الجميع ونترضى على الجميع. وهذا واش نقدر نقول. وربما تكون عندنا فرصة أخرى للحديث عن هذا الموضوع. فهمت رسالته وسأجيب عنها بالتفصيل في وقت لاحق إن شاء الله وقدر. إن شاء الله. دكتور بقيت 3 دقائق. قضية سيدة حورية تيزي وزور اللي بقات في الحصة الماضية، اللي تقول متزوجة منذ 15 سنة، أم ل3 أولاد، زوجها عنيف وكثير الغضب، تلفظ بالطلاق بعد مشكلة، لكن استمرت الحياة بينها وبينه وما خرجتش من البيت رغم إلحاحه على خروجي. بعد 3 سنوات أعاد التلفظ بالطلاق واستمرت الحياة بيننا أيضا. في سبتمبر 2012 تقول تلفظ بالطلاق 3، بقيت في البيت ولكن عزل كل واحد منا الآخر واشتكى إلى أهلي واشتكيت لأهله ونصحنا الجميع بالاستمرار معا. تقول أهم مشكلة بيننا هو المال، فأنا عاملة واتفقنا على المساهمة في مصاريف البيت وأن أدخر جزءا من راتبي، وبه اشتريت سيارة وسجلتها باسمي، وهذا الأمر أزعجه كثيرا خاصة أمام تعليقات الناس. تقول زوجي يريد أن أعود إليه لكن أخاف أن تكون حياتي معه في الحرام. هل وقع الطلاق بيننا أم لا؟ بصراحة الأخت حورية نطالبوك بلازم تواصل مباشر لنتأكد من وضعية الطلاق في عجالة دكتور. نعم. دقيقة و30 فإذا كان ثانية. طلاق بائن بين كبرى فلا يصح. نعم. تصح الرجعة. نعم. ولكن إذا كان فيها مجال نوعدوها إن شاء الله من اللقاء القادم. نعم. نعطي التفاصيل الموضوع ما دام الوقت انتهى. نعم. بالمناسبة أشكر الأخت اللي تواصلنا معها، الأخت فاطمة الزهراء من بشار، والأخت محمد نعم. غليزان. نعم. وكما وعد لهم تواصلنا معهم بعد الحصة، ونقف عند وعودنا إن شاء الله في حدود الطاقة والإمكان، ونعد الأخت حورية بالإجابة مفصلا. والسيدة جزيرة أيضا نعم. نعيدها أيضا بالإجابة في اللقاء القادم ويعذرونا. معذرة دكتور. نشكرك على كل إن شاء الله. إن شاء الله. نشكرك دكتور على كل هذه
هذه التوضيحات. الوقت يداهمنا ولكن لا عليكم وعلينا، سنلتقي بإذن الله يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.